السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي الغاليين عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة حبيت اصور معاكم الفيديو البسيط ده. كان عندي فرختين صغيرين كده اللي هم بتوع الحشو. انا الصراحة مش بعرف اعمل الحاجات المحشية اوي، بس قلت اجرب كده. يعني بخاف انها تتفتح مني او بخاف اني ما بعرفش اعملها الصراحة، ولا هي ولا الحمام. بس دول كانوا صغيرين، قلت اما اجيبهم كده واجربهم. بتاع الفراخ يعني بينزلهم من وقت للتاني، اللي هي بتبقى الواحدة مثلا حوالي كيلو الا ربع كيلو كده يعني. اول حاجة انا قطعت بصلة وفلفل رومي وفلفل حامي، وحطيت عليهم توابل فراخ وملح وكمون وفلفل. بحب اعمل الحركة دي، بتدي الفراخ طعم حلو. باخد منهم جزء بتبل بالفراخ من بره وتحت الجلد ومن فوق وكل حتة في الفرخة عشان تديها طعم حلو. وبعد كده بقية البصلة دي بعمل بيها الرز اللي هنحشي بيه الفراخ. اول حاجة حبايبي جبت طاسة كده حطيتها على النار، وبحط معاها قبل ما احط زيت او سمنة او اي حاجة نص معلقة سكر كده يتكرمل. ده بيخلي لون الرز حلو وما بيأثرش على الطعم في حاجة. بعد ما تتكرمل بنزل عليها بزيت وسمنة، او سمنة زي ما انت عايزة او زيت بس زي ما انت حابة. ونزلت بالتتبيلة اللي انا كنت عاملاها للفراخ. خدت جزء منها تبلت الفراخ ذات نفسها، والجزء التاني هشوحه شوية عشان انزل عليه بالرز. مسكت بقى الفراخ من جوه ومن بره بالبصلة دي، بتديها طعم حلو قوي تحت الجلد وكل حتة في الفرخة زي ما انتوا شايفين. بعد طبعا ما غسلتها ونضفتها ونقعتها شوية بمية وملح وخل وليمون وشوية دقيق، بس ما بقعدهاش كتير في الخل. يعني انا بحط نقطة وخلاص. بفضل بقى ان انا اتبلها كده و... واتأكد ان كل حتة وصلها التتبيلة. ودي خلاص قربت تتشوح معانا اهو. طبعا انا مش هعمل رز كتير لان هي الفراخ صغيرة، فمش هحتاج رز كتير. يعني حتى كمية الرز اللي انا عاملاها هتبقى اللي هيتبقى منها هسويه ناكله جنب الفراخ عادي. هفضل بقى اتبل فيها كده شوية، وبعد كده هنزل عليها طبعا بكمية الرز. وحطيت لها ورقتين لورق، مش بعرف اقول اسمها. المهم حطيت لها ورقتين وخلاص. وبفضل بقى اقلب فيها واشوح فيها لحد كده ما تتبل خالص. مش بحمرها انا، بس بقلب فيها شوية لحد ما البصلة تطرى معايا سنة. وبعد كده بنزل عليها بالرز. وطبعا حطيت مكعب مرقة انا بحبه مع الاكل. بصوا هيبقى لون الرز حلو، ده بسبب معلقة السكر وبسبب ان يعني ادينا البصلة تشويحة شوية. انا لسه صاحية يا ولاد ومش مجمعة، بس قلت العيال نايمين كده اسجل معاكم صوت الفيديو. واحمد صحي جنبي اهو، واتصل ناكيتي على ما اخلص. وبعد كده بنزل عليه بشوية مية. مش بسويه سوا كامل، انا بسويه نص سوا، ده للفراخ. وبعد كده اللي بيتبقى بزوده مية تاني وبسويه سوا كامل، وبناكله طبعا جنب الفراخ. على فكرة انا مش بعمل الحشو ده كتير لان زي ما قلت لكم انا مش شاطرة فيه، بس نفسي راحت له كده فقلت اجيب اعمل انا وجانا والعيال. الرز ده بيبقى طعمه حلو قوي يا جماعة. بيبقى البصلة والفلفل والتوابل بتبقى مديه طعم حلو قوي الصراحة. وبحس انه قريب من الفريك. وطبعا انت لو عايزة تحشي فريك حسب ما انت عايزة، بس انا عندي جنى والعيال مش بياكلوا الفريك، انا بحبه لكن هم لا. بصوا حبايبي نص سوا اهو، ده اللي هاخده اكمل بيه للفراخ. والباقي زي ما قلت لكم ما تنسوش يا حبايبي، اللي مش مشترك في القناة يشترك ويحط لايك وتعليق حلو منكم كده. الله يجازيكم كل خير عني وعن ولادي، وكل سنة وانتم طيبين. جبتهم بقى يا حبايبي الفرختين اهم، حشيتهم خلاص. وده بقيت الرز اللي كان معايا، هزود عليه مية وهسويه. انا حشيتهم وسلقتهم يا حبايبي زي ما انتم شايفين. طبعا فرقعوا مني والكلام ده، بس انا قلت لكم ان انا مش شاطره يعني، فعدوها لي. وعملت جنبهم كيس ملوخيه كده اخضر، ناكل الملوخيه بالعيش مع الرز. وبعد كده يا حبايب قلبي حمرتهم. انا دخلتهم الصراحه في الفرن اهو يا حبايب قلبي. الفرخه دي وركها يعني مش عارفه مخاصمها ليه، بس شغاله يعني عادي. هي ناسرها احمر لانها عامله زي البلدي. الصراحه الفراخ الصغيره دي بتبقى سكر وجميله وبتبقى طعمها حلو. حشيتهم واتظبطوا معايا، اي نعم حصل فرقعه وانتفاخ
بس حلو، ضبطت برضه معايا عن الأول بما إني إيه، مش باعرف أعمل الحاجات دي. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة.